بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا، تحياتي لكل روح حرة وشريفة ما زالت قابضة على كلمة الحق، حاملة ورافعة لراية الحق. أهلا بحضراتكم. تحياتي للمقاومة الفلسطينية، تحياتي للشعب الفلسطيني الصامد الحر، تحياتي لكل أسرة شهيد فلسطيني، تحياتي لكل حبة رمل من أرضك يا فلسطين يا غالية. إن شاء الله النصر لفلسطين، النصر لمقاومتنا الشريفة، النصر بإذن الله حليف أصحاب القضية. الفيديو ده لابن سلمان، حكومة السعودية وأئمة المسجد النبوي والحرم المكي. يا جماعة في مشكلة بتقابل الحجاج المصريين اللي دخلوا، أنا عارف دخلوا بنية الحج، ولكن هي تأشيرة في أصلها، تأشيرة زيارة. المملكة عن طريق سفاراتها بتسمح بالدخول والسفر والطيران وحجز الأوتيلات لحد قبل الحج بأسبوع، لكن بيجوا قبل موسم الحج بشهرين اي حد معاه تاشيره زياره يقولوا له مش هتحج او يمنعوه من الحج. يا جماعه من دخل مكه فهو امن، من دخل مكه فهو امن. خلينا بقى نتكلم بالشرع وبالدين، ونجنب الخلافات ونجنب المصالح ونجنب اي اعتبارات سياسيه. الموضوع ده هتاخدوا فيه ثواب. الناس دي داخله عندكم علشان تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقضي الفريضه، عايزين يقضوا فريضه الحج. الناس دي مش داخله تاكل وتشرب وتشتغل وتبلط. انت اديته خلاص تاشيره زياره، بتسمح له ان هو يركب طياره ويحجز اوتيلات لحد قبل ميعاد الحج باسبوع. تيجي قبل انت ميعاد الحج بشهرين تقول لهم ما تدخلوش مكه او مش هتأدوا فريضه. يا اخي عيب، يا اخي عيب. يعني دي امور ما ينفعش الكلام فيها. احنا خلينا نتكلم في السياسه، نتكلم في مصالح، لا نتكلم في دين. ده دين يا جماعه، ده شرع. من دخل مكه فهو امن. يا ابن سلمان، ويا أئمة الحرم، ويا علماء السعودية، يا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تدخل. مش قادر تعمل حاجة لإخواتنا الفلسطينيين، مش عارف تحرك أمة بأسرها علشان تنقذ إخواتنا في فلسطين. طب اعمل حاجة للمصريين اللي عالقين دلوقتي. في مصريين عالقين في مكة لا طايلين سماء ولا أرض، صرفوا فلوس والفلوس هتروح عليهم. يا فضيلة الإمام الأكبر، طبعا أنا ما بكلمش الحكومة المصرية. الحكومة المصرية دي لو عرفت اللي فيها والله لا هتاخد اللي باقي من جيوبهم وتمصمصهم. أنا بكلمك أنت، ولو إني عارف إن أنت مقصر في القضية الفلسطينية، موقفك تجاهها مخزي، لكن اعمل حاجة تقابل بيها ربك. دول مصريين زيك برضو عالقين في السعودية، دفعوا دم قلبهم والفلوس هتروح عليهم. إذا كانت السعودية عندها النية دي، فليه من الأول بتدخلهم وبتمنعهم تأشيرات حتى ولو زيارة؟ لكنه على أراضي المملكة، ومنهم ناس في مكة مش عارفة تأدي الفريضة. من دخل مكة فهو آمن. لا إله إلا الله. يا علماء الدين، اعملوا حاجة تقابلوا بها ربكم، انقذوا بها الناس دول، وما تنسوش إخواتكم في فلسطين. لا إله إلا الله.